السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم سنة 5. أنا مس أميرة ودي قناتكم كرتون ساينس. النهاردة بإذن الله هنشتغل الفاينل ريفيجن من مذكرة المتميز الأستاذ محمود سعيد لمادة الآي سي تي للصف الخامس الابتدائي للترم الثاني 2025. هنحل الجزء الخاص بأسئلة تقييمات الوزارة بإذن الله، وهسيب لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو كل فيديوهات شرح دروس الآي سي تي للترم الثاني من مذكرة المتميز. دلوقتي بليز لايك للفيديو ونكبر الشاشة ونقول بسم الله ويلا بينا نبدأ. Question number 1. Choose the correct answer. Number 1. Using the internet by companies to help others and addressing environmental causes is known as what? Challenges, showdowns, or corporate social responsibility CSR. بيقول لك لما تبقى المصانع أو المؤسسات بتشارك في إن هي تحل القضايا البيئية أو تقدم الدعم لموضوع معين خاص بالبيئة، ده اسمه إيه؟ طبعا هختار corporate social responsibility، المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات. Number 2. Protection from piracy on the internet is considered from rights, idea, interactions. بيقولك حمايتك ضد القرصنة ده بيعتبر إيه؟ ده بيعتبر حق من حقوقك. Protection from piracy considered from rights. Number 3. Point program is used to create websites. مين البرنامج اللي بقدر أعمل عليه موقع على الإنترنت؟ Excel, Word, or WordPress. طبعا اختار WordPress. Number 4. Point is considered from reliable online websites. مين من المواقع اللي هقولها دلوقتي دي تعتبر من المواقع الموثوق فيها؟ فيسبوك، إيكيبي، or يوتيوب. طبعا هختار إيكيبي، بنك المعرفة المصري Egyptian Knowledge Bank. Number 5. To start a new collection on Microsoft Edge web browser you can press on what؟ عشان أبدأ collection جديد لازم بدوس على إيه؟ Start new collection ولا copy fill ولا paste fill؟ طبعا بدوس على ابدأ collection جديد start new collection. Number 6. Point is considered from non-commercial websites. مين من دول موقع غير تجاري؟ فيسبوك، أمازون، or إيكيبي؟ طبعا اختار إيكيبي. بنك المعرفة المصري مش بيبيع حاجة، لكن هو بيقدم معلومات وبيزود المعرفة بتاعت الأشخاص. Number 7. From the examples of specialized search engine. مين من دول يعتبر محرك بحث؟ بينج، وورد، or اكسل؟ طبعا الوورد والاكسل دول برامج، لكن بينج بيعتبر search engine يعني محرك بحث. Number 8. From synchronous communication tools. email, instant chat room, or recorded video. احنا اتفقنا synchronous communication اللي بيبدأ بحرف الاس كأن سناك بيلف حواليك، لازم ترد دلوقتي حالا. مين من دول بيعتبر تواصل لحظي بيحتاج رد لحظي، يعني حد بيتكلم وانت بترد عليه في نفس الوقت؟ ايميل ولا instant chat room ولا recorded video؟ طبعا اختار instant chat room. Number 9. To solve the problem of screen freezing click on what؟ ايه الحل لما السكرين بتاعتك يحصل لها فريز؟ يعني لو الكمبيوتر بتاعك علق ايه الحل بتاعك؟ تدوس على F5 وانتر ولا تدوس على ديليت وF1 ولا كنترول وألت وديليت؟ طبعا هدوس على الثلاث زراير دول مع بعض كنترول وألت وديليت. Number 10. Computer understand data through point electrical signs. بيقولك الكمبيوتر بيفهم المعلومات عن طريق ايه؟ مونو 1 ولا باينري سيستم ولا ترايلوجي سيستم؟ طبعا الباينري سيستم الزيرو والوان، واتفقنا ان الزيرو معناها off والوان معناه on. Number 11. To edit a document on Word file you must point document. لو عايز أعدل على كلمة معينة جوه الوورد paste ولا select ولا copy؟ طبعا في البداية لازم أعلم على الحاجة اللي أنا عايزة أعدل عليها، فلازم أعمل عليها select. Number 12. Point help you to send your work to your teacher and colleges within the group. يقولك ايه اللي بيخليك تقدر تبعت الشغل بتاعك للتيتشر بتاعتك او لاصحابك كمان؟ الايميل ولا يوتيوب ولا بينت برنامج الرسام؟ طبعا هختار ايميل. Number 13. Use point search engine on search. بستخدم انهي محرك بحث عشان ابحث عن حاجة؟ جوجل، هوم، or paint؟ طبعا جوجل هو بيعتبر اشهر محرك بحث عندنا. Number 14. Point program is used to make fill from a selection of still image. لو عندك صور ثابتة عايز أعمل منها فيلم، بستخدم برنامج إيه؟ Word, Paint, Movie Maker. طبعا برنامج الموفي ميكر بدخله صور وهو بيعمل لي فيديو من الصور اللي أنا دخلتها له. Number 15. Point is a chart that shows specific content sequence in the form of a chart. Storyboard,
بلاي ليست or menu bar. احنا اتفقنا ان الستوري بوردز هي دي اللي بتخليني اقدر انظم البرزنتيشن بتاعتي وارتب الافكار بتاعتي عشان اقدم برزنتيشن منظمه. يبقى الستوري بورد دي اللي هي يعرض لك كل السلايدز بتاعت البرزنتيشن بتاعتك كلها جنب بعض، وانت تقرر تحط فين الصوره، تبدا السلايدز بتاعتك بايه، تنهي البرزنتيشن بتاعتك بايه. يبقى انت كده بترتب الحاجه اللي انت عايز تعملها في الفيديو بتاعك عن طريق ان انت بيبقى قدامك كل الكونتنت اللي انت حطيته، بترتبه بالطريقه اللي انت شايفها صح عشان تقدم برزنتيشن منظم. Number 16 point is a hypertext markup language. الاختصار بتاعها هاخد اول حرف من كل كلمه HTML، وهختار الاختيار B HTML، ودي اللغه اللي بتبقى موجوده على كل الويب بيجز. Question number 2 put true or false. Protection from piracy on the internet is from digital citizenship rights. الحماية ضد القرصنة ده بيعتبر من حقوقك كمواطن رقمي. طبعا الإجابة بتاعتي true. Number 2 the internet is used to improve health care provided to citizens. يقول لك الإنترنت بيساعد على الحفاظ على الصحة العامة للمواطن. طبعا الجملة بتاعتي true. Number 3 respecting others' privacy is from the digital citizenship responsibility. إني أحترم خصوصية الآخرين دي من مسؤولياتي كمواطن رقمي. طبعا الجملة بتاعتي true. Number 4 the internet contributes to social activity that help in some social issue. بيقول لك ان الانترنت بيساعد في الانشطه الاجتماعيه اللي بتساعد في حل بعض القضايا الاجتماعيه. طبعا الجمله بتاعتي true. اقدر استخدم الانترنت في علاج القضايا الاجتماعيه. Number 5 exhibit positive behavior in interaction with others on the internet is considered from digital citizenship responsibility. بيقول لك من واجباتك ان انت تتعامل مع الناس باحترام او تديلهم يعني طريقه معامله كويسه. طبعا الجمله بتاعتي true. Number 6 it's important to make sure of the source of information you get about different topics. يقول لك لازم تتأكد من المعلومات اللي انت بتجمعها عن اي موضوع، لازم تتأكد ان المعلومات دي صحيحة يعني. طبعا الجملة بتاعتي true. Number 7 the website of Alexandria Digital Library is considered from reliable online websites. الموقع بتاع مكتبة اسكندرية يعتبر موقع موثوق فيه. طبعا الجملة بتاعتي true. Number 8 the Egyptian Knowledge Bank provide many free various educational material. بنك المعرفة المصري بيقدم مجموعة من المصادر التعليمية. طبعا الجملة بتاعتي true. Number 9 the Egyptian Knowledge Bank is considered from reliable online website. بنك المعرفة يعتبر موقع موثوق منه. طبعا الجملة بتاعتي true. Number 10 the Egyptian Knowledge Bank website provides the ability to download files to your device. بنك المعرفة بيخليك تقدر تنزل أي فايل عندك على الجهاز بتاعك. طبعا الجملة بتاعتي true. Number 11 the websites of Alexandria Digital Library of Egyptian Knowledge Bank are considered from reliable online websites. بيقول لك الموقع بتاع مكتبة اسكندرية وكمان بنك المعرفة دول بيعتبروا مواقع موثوق فيها. طبعا الجملة بتاعتي true. Number 12 the Egyptian Knowledge Bank provides free use of content for Egyptians and foreigners. هل هو بيقدم محتوى مجاني للمصريين والأجانب؟ طبعا الجملة بتاعتي غلط. المحتوى بتاع بنك المعرفة بيبقى بس for free for Egyptians، بيبقى ببلاش بس للمصريين. Number 13 the purpose of commercial website is to sell product or provide service. الهدف بتاع المواقع التجارية إن أنا أبيع منتج أو إن أنا أقدم خدمة. الجملة بتاعتي true. Number 14 Microsoft Edge enable you to create database. هل مايكروسوفت ايدج بيخليني اقدر اعمل داتابيز؟ طبعا الجمله بتاعتي غلط. المايكروسوفت ايدج ده هو عباره عن متصفح. Number 15 Amazon is an example of commercial website. هل امازون ده هو عباره عن موقع تجاري؟ يا ميس بقدر ابيع فيه واشتري حاجات. طبعا الجمله بتاعتي true. Number 16 Microsoft Edge collection enable you to add image, text and links. احنا اتفقنا ان مايكروسوفت ايدج بيبقى فيه اوبشن فوق كده على اليمين ان انت تعمل كولكشن. الكولكشن اللي انت بتعمله ده تقدر تسجل فيه اي صوره او اي كلام او اي لينكات تقدر ترجع لها في الوقت اللي انت عايزه. يعني بتقدر في الكولكشن ده ان انت تجمع كل الداتا اللي انت محتاجها في مكان واحد. يبقى الجمله بتاعتي true. Number 17 The Egyptian Knowledge Bank is considered non-commercial website. بنك المعرفة يعتبر موقع غير تجاري. ايوه يا ميس صح. بنك المعرفة مش بيبيع اي منتج، ده بس بيقدم لنا معلومات وبيزود من المعرفة بتاعتنا. Number 18 Microsoft Edge is the web browser that comes with Microsoft Windows.
بيقولك المايكروسوفت ايدج هو عبارة عن ويب براوزر يعني متصفح بينزل عندي على الجهاز لما بنزل الويندوز على الجهاز بتاعي. طبعا الجملة بتاعتي true. Number 19 asynchronous communication require communication and immediate response between people. ال asynchronous communication بيحتاج رد لحظي بين الناس لا يمس. اللي بيحتاج رد لحظي immediate response ده synchronous communication. يبقى الجملة بتاعتي wrong. اتفقنا ان synchronous communication ده التواصل اللحظي اللي بيحتاج immediate response اللي بيبدأ بحرف ال S. Number 20 digital libraries provide searching for various media such as image and video and downloading it. بيقولك المكاتب عبر الإنترنت بيخليك تقدر تدور على أي حاجة أنت محتاجها سواء كانت صورة أو فيديو تقدر تنزل المعلومات دي من على الإنترنت. طبعا الجملة بتاعتي true. Number 21 Google Digital Map enable you to locate clear and accurate direction for places. بيقولك الموقع بتاع الخرائط الموجود على جوجل يخليك تقدر تحدد مكان واضح ودقيق للمكان اللي انت عايز تروحه. طبعا الجملة بتاعتي true. Number 22 instant chat room or asynchronous communication tool ان انت تعمل chat room يعني بتكلم حد في نفس الوقت ده يعتبر asynchronous communication. طبعا غلط. اللي في نفس الوقت ده يميز بيبدأ بحرف ال S synchronous communication. يبقى الجملة بتاعتي wrong. Number 23 electronic museum allow users to view museum on digital devices. بيقولك المتاحف اللي عبر الإنترنت تقدر تخليك تشوف المتحف عبر الجهاز اللي انت فاتح منه سواء كان موبايل أو كان من الكمبيوتر. طبعا الجملة بتاعتي true. Number 24 electronic mail is considered from synchronous communication tools which require an instant response. لما تبعت لحد ميل ده بيعتبر synchronous communication تواصل لحظي بيحتاج رد لحظي. طبعا غلط. الايميل اللي انت بتبعته للناس وبتستنى لما يفتحوا الميل بتاعهم ويقروه وبعد كده يردوا عليه. يبقى الميل بيعتبر asynchronous communication. Number 25 the internet enables you to download programs and applications from official application stores. بيقولك ان الانترنت بيسمح لك ان انت تنزل برامج وتطبيقات من المتجر الرسمي اللي موجود على الانترنت. طبعا الجملة بتاعتي true. Number 26 computer use binary system to store data. الكمبيوتر بيستخدم النظام الثنائي عشان يسجل البيانات. الجملة بتاعتي true. Number 27 when you download a file for a specific program this file appears to you in download folder. لما تنزل أي حاجة من على الإنترنت هينزل عندك في مكان على الجهاز اسمه download. طبعا الجملة بتاعتي true. Number 28 computer don't understand number in binary system. الكمبيوتر ما بيقدرش يفهم الأرقام في الباينري سيستم. طبعا غلط. Number 29 the software on computer must be continuously updated to work efficiently. يقول لك البرامج على الكمبيوتر لازم أعمل لها update يعني أحدثها عشان تشتغل بكفاءة عالية. الجملة بتاعتي true. Number 30 the binary system use 0 and 1 to express number on computer. النظام الثنائي بيستخدم ال0 وال1 عشان يعرفني الأرقام على الكمبيوتر. طبعا الجملة بتاعتي true. Number 31 Paint program is used when working on various projects. بيقولك برنامج الرسام بقدر استخدمه وانا شغالة على أي مشروع. طبعا صح. بقدر أعمل عليه صور أو أقدر أعدل عليه أي صورة خاصة بالمشروع بتاعي. Number 32 Microsoft Word allows multiple users around the world to edit the same document online. هل برنامج الوورد بيسمح لمستخدمين كتير إن هم يعدلوا على الفايل عبر الإنترنت في نفس الوقت؟ طبعا صح. برنامج الوورد بيسمح لنا بالأونلاين إديتنج. لو أنت سمحت إن الفايل بتاعك أي حد يعدل عليه فبيقدر أي حد من أي مكان يعمل إديت على الفايل بتاعك. Number 33 Paint program is used to edit and save image. برنامج الرسام يستخدم في التعديل على الصور وكمان حفظ الصور. طبعا الجملة بتاعتي true. Number 34 Microsoft Word is one of the useful programs for the implementation of projects. يقولك برنامج الوورد هو أحد البرامج المفيدة في تنفيذ المشروعات. طبعا الجملة بتاعتي true. Number 35 Before starting a project it's not necessary for group member to understand the rules in the project. يقولك قبل ما تبدأ مشروع معين مش لازم أي حد في الجروب بتاعك يعرف الدور بتاعه إيه. طبعا غلط. أنا قبل ما أعمل بروجكت بقسم الأدوار على أفراد المجموعة وكل واحد لازم يعرف الدور بتاعه. Number 36 Email help you send your work to your teacher and group colleges.
الإيميل بيسمح لك إن أنت تبعت الشغل بتاعك للمدرس وكمان لأصحابك. طبعا الجملة بتاعتي true. Number 37 using Excel you can add up a group of cells. عن طريق برنامج الإكسل تقدر تجمع مجموعة من الخلايا. يا ميس احنا اتفقنا ان برنامج الإكسل هو عبارة عن جداول، والجداول دي بتتكون من مستطيلات، المستطيلات دي اسمها سيل. اقدر اعمل add للمحتوى بتاع السيلز دي. يبقى الجملة بتاعتي true. لو علمت كده على السيلز دي واخترت auto sum بيعمل بلس لكل الخلايا اللي انا علمت عليها. Number 38 Graphs and charts are good way to share data. بيقولك لو انت عايز تعبر عن المعلومات اللي عندك فمثلها على جراف أو chart، ودي طريقة كويسة إن أنت تمثل البيانات بتاعتك وتشاركها. طبعا الجملة بتاعتي true. Number 39 Using Excel you can perform a calculation on a group of cells. بيقولك عن طريق برنامج الإكسل تقدر تعمل عمليات حسابية على الخلايا اللي موجودة جوه برنامج الإكسل. مش صح، أنا ممكن أعمل بلس أو ماينس أو ديفايدد أو تايمز، أعمل أي كالكوليشن على برنامج الإكسل بشرط إن أنا في البداية جوه السيل أحط علامة الإيكوال. Number 40 PowerPoint presentation program allow adding effects to slides. بيقول لك برنامج الباوربوينت بيسمح لك إن أنت تحط أي effects، يعني أي تأثيرات على السلايدز بتاعتك. Number 41 The Paint program helps you classify and process information. هل برنامج الرسام بيخليك تقدر تقسم وتعالج المعلومات بتاعتك؟ طبعا غلط. برنامج الرسام بيشتغل على الصور، تقدر تعدل على الصور من خلاله، كمان تقدر تعمل الصورة بتاعتك. يبقى البينت بيعمل create and edit image. Number 42 It's better to add audio content to enhance the text and image on the presentation. بيقولك عشان تزود القيمة بتاعت البرزنتيشن العرض التقديمي بتاعك حط عليه مؤثرات صوتية، ما تحطش بس صور وكلام، لا حط كمان مؤثرات صوتية. طبعا الجملة بتاعتي true. Number 43 The storyboard help you to organize your idea in the right sequence within your presentation. بيقولك ان الستوري بورد بيساعدك ان انت تنظم الافكار بتاعتك وان انت تقدم العرض التقديمي بتاعك بطريقة متسلسلة كده، بطريقة منظمة، تقدم عرض تقديمي منظم. طبعا الجملة بتاعتي true. Number 44 HTML is considered hypertext markup language. ال HTML هي اللغة بتاعت البرمجة بتاعت الويب سايتس. Number 45 The presentation should contain a huge amount of information. العرض التقديمي بتاعك لازم يكون فيه كمية معلومات كتيرة جدا. طبعا الجملة بتاعتي wrong. البرزنتيشن بتاعتك لازم تكون صغيرة، وقتها صغير، وبتتكلم عن معلومات محددة عشان الناس تقدر تكمل البرزنتيشن بتاعتك وما تزهقش منها. Number 46 Hypertext Markup Language HTML help you to design a web page. اللغة بتاعت ال HTML بيخليك تقدر تعمل صفحة على الإنترنت. طبعا الجملة بتاعتي true. Number 47 The font size within the presentation should be appropriate and easy to read. الخط اللي انت هتستخدمه جوه العرض التقديمي بتاعك لازم يكون مناسب وسهل قرايته. الجملة بتاعتي true. Number 48 HTML is an abbreviation for Hypertext Markup Language. HTML ده اختصار لكلمة Hypertext Markup Language. الجملة بتاعتي true. Number 49 When you download a file for a specific program, the file appears in download folder. لما بنزل فايل من على الإنترنت بينزل عندي على الجهاز في مكان اسمه download. الجملة بتاعتي true. السؤال ده متكرر في أسئلة التقييمات. الأسئلة اللي أنا بحلها دي كلها دي أسئلة التقييمات from week 1 to week 10 من تقييمات الوزارة اللي نازلة السنة دي 2025. Number 50 The binary system 0 and 1 is used to express number on computer. النظام الثنائي 0 و 1 بيعبر عن الأرقام على الكمبيوتر. الجملة بتاعتي true. Number 51 Microsoft Word allow multiple users around the world to edit the same document through the internet. برنامج الوورد بيساعد مستخدمين كتير عبر العالم إن هم يعدلوا على الدوكيمنت بتاعك أو الملف بتاعك عبر الإنترنت. يا ميس لو أنا اديت سماح إن الناس تعدل على الفايل بتاعي يقدر أي حد من الجهاز بتاعه يقدر يعدل على الدوكيمنت بتاعي. Number 52 Paint programs help you in classifying and processing information. السؤال ده برضو متكرر، ملوش دعوة خالص بالinformation، هو بس بيعمل صور وبيعدل عليها. يبقى الجملة بتاعتي wrong. Number 53 HTML is a hypertext markup language. ال HTML ده اختصار hypertext markup language ودي اللغة المستخدمة على الويب سايت. الجملة بتاعتي true.
وبكده الحمد لله أكون خلصت تقييمات الوزارة from week number 1 to week number 10. هسيب لكم إن شاء الله في description box تحت الفيديو كل فيديوهات الشرح بتاعة الدروس لمذكرة المتميز 2025، وكمان هسيب لكم أسئلة التقييمات من موقع الوزارة عشان تكمل كل التقييمات اللي بعد ويك 10. بحبكم كلكم، مستنياكم تدعموني بشير الفيديو ده لجروب الكلاس بتاعكم، ومذكرة المتميز ان شاء الله هسيبها في جروب التليجرام. هسيب لكم برضو لينك جروب التليجرام باذن الله في الديسكربشن بوكس تحت الفيديو. والفيديو اللي جاي باذن الله هنحل مع بعض كل اسئله المحافظات اللي جت على ماده الاي سي تي للترم الثاني. يا رب اكون قدرت اساعدكم. اشوفكم على الف خير الفيديو اللي جاي. سلام.